حوار جمبري الفراولة اللي منى زكي شهرته في مسلسل تحت الوصاية ده، وليه سعره بيوصل 1000 جنيه للكيلو الواحد؟ كمل معايا للآخر وأنا أقول لك. جمبري الفراولة ده يا سيدي الفاضل هو نوع نادر جدا من الجمبري، دي حاجة لو عرفتوها هتبقوا عمل. اتسمى بالاسم ده عشان في الغالب بيبقى لونه أحمر قرمزي أو رمادي ميال للوردي، وسبب ندرته إن انطوائي شبه بعض اللي بيشوفونا كده، بيعيش بعيد عن الزحمة والدوشة اللي في البحر، بعيد قوي على عمق حوالي 700 متر، وفي درجة برودة أقل من 25 درجة مئوية، ودي حاجة بتخلي صيده صعب جدا وبتحتاج معدات كتير قوي. في دمياط مثلا عندنا 50 سفينة مجهزة شغلهم الشاغل ومهمتهم الوحيدة صيد جمبري الفراولة. كل سفينة فيهم تعتبر مصنع متحرك فيها تغليف وتجميد، وعليها طقم صيد كامل مكون من حوالي 15 بحار، والمراكب دي تقدر تصطاد على عمق 1000 متر، يعني هتجيبه. نوعية أدوات الصيد المستخدمة للجمبري ده مخصصة ليه جدا، يعني مش أي أدوات وخلاص، والنوع ده مهم جدا، بل إنه ممكن لبعض الدول يبقى مصدر دخل قومي بدون مبالغة. ويعتبر جمبري الفراولة ده من أهم الأنواع اللي بنصدرها هنا من مصر لأوروبا، لأنه موجود عندنا بكميات كبيرة. سعر النوع ده غالي جدا، وده شيء طبيعي لأن زي ما قلنا بيحتاج معدات خاصة وأدوات خاصة ليه هو وبس. مش بس كده، كمان عشان نوع الجمبري ده له قيمة غذائية ضعف أي نوع جمبري تاني، لأنه غني بالفيتامين والكالسيوم، وليه فوائد صحية كتيرة، يعني أكلة لذيذة وصحية في نفس الوقت. صدق اللي قال الغالي ثمنه فيه. جمبري الفراولة موجود في بلاد كتيرة في العالم زي اليونان وتركيا واسبانيا وليبيا، بس الحظ الاوفر فيه هنا في مصر، وبيتم صيده من عزبة البرج في اسكندريه. وخلينا نعترف انه ما كانش مشهور قوي كده قبل مسلسل تحت الوصايه بتاع منى زكي، يعني مفروض تجار الجمبري ده يدفعوا نسبه من الربح لمنى زكي على اعتبار ان هي عملت لهم دعايه مجانيه وعرفت الناس بالمنتج بتاعها.